ولما امشي عندي خلفيه ليه هي هتخلي شغلي يمشي ولا كل الدنيا تجري ورايا. عندي خلفية طبيعية لا غمشي ولا نمشي. عندي خلفية برازيلية مية هتخلي شغلي يمشي ولا كل الدنيا بتحكي بقفايا. باسم شغالي، زعجتك جرأته لما قلدك في الموريكس تور 2008؟ أنا شخصيا ما زعجتني لأنه بعرفه هو، بعرفه شخصيا، وبعرف إنه لما بده يعمل شغلة بده يبالغ فيها لما بده يقدمها. فهمه فنه كتير منيح، وبعرف إنه نفسيته كتير طيبة، فما زعجتني لإلي أنا. أمال ما قلدتكيش ليه في 2009؟ ما فهمت. ما قلدتكيش ليه؟ يعني باسم عادة لما بينجح في شخصية بيكررها. نجح في هيفا بيكرر هيفا، نجح في إليسا بيكرر إليسا. نجح لما قلدك مريم، وأنا كنت حاضرة والناس ضحكت من قلبها. أنا بقى سمعت إنك أنت زعلتي وإنك أنت لومتيه علشان كده هو ما رجعش قلدك في 2009. لا مش مزبوط هذا الحكي أبدا. ده أنت حتى ما كنتيش بتكلميه اصلا، ما كنت كلمه من قبل انا ولا مره في لا خدتي موقف منه. بالعكس، والتقيت فيه كذا مره وسلمت عليه وحكينا عن الموضوع وضحكنا سوا. لا بالعكس، عندي خلفيه هتخلي شغلي يمشي وكل الدنيا تجري ورايا ومش عارف ايه. اعتبرتي هذا الكلام جارح ام مسيء؟ صراحه انا قلت لك انا ما زعلت لانه انا بعرفه كثير منيح. في بعض الصحفيين كتبوا انه باسم ما فيك تستعمل جرأتك على كل الفنانات. انكتبت بالمانشات العريض. في مثلا اهلي مثلا، لو مثلا خوالي وهيك دقوا لي مثلا يا الله كيف هيك بيعمل، بقول لهم انا يا عمي هذا شيء طبيعي، انه هو هيك لازم يبالغ لحتى يوصل للمسج. دي جرأة مهذبة ام قلة ادب؟ لا مش قلة ادب، لا منه قلة ادب، يعني جرأة مهذبة. ايه انسان جريء، بس لا يعني ما قلل الادب. لا. خايفة تقولي حاجة تانية يزودها؟ يزود اكتر من كده ايه؟ دخيلك. باسم ما جابش حاجة من عنده. يبي يعرف يبي يدري مكانه وين في عمري. يبي يعرف يبي يدري مكانه وين في عمري. وانا في داخل احساسي احبه موت من بدري. يبي يعرف يبي يدري مكانه وين في عمري. وانا في داخل احساسي احب موت من بدري. أحب أموت من بدري ويسألني مكانه وين. باسم ما جابش حاجة من عنده، استوحى المشهد من كليبات مريم فارس.
يعني طلع كلام كتير مريم، يعني في مبالغة في كليباتك على التركيز على منطقة الأرداف. دلوقتي نظرتك نظرة المخرج، مش ده هو سؤالي. سؤالي اللي أنا عايزة أقوله لك إن الصحافة كتبت إن هناك لربما يكون فرق بشكل الأرداف في الحياة الطبيعية وفي الكليبات، فتهمتي من بعض الصحفيين إنك أنت بتستعملي أرداف سيليكون في كليباتك في التصوير. مش كيف بشيلهم بحطهم يعني؟ اوكي. ما سمعتيش الكلام ده؟ لا بحياتي سمعت هالحكي. عمرك ما قريتي الكلام ده؟ بحياتي سمعت هالحكي، بس سمعت حكي انه مثلا عامله تجميل، مأمنه، بعرفني هالحكي بلا طعمه، بس هيدا الحكي بعد ما سمعته. عامله تجميل؟ لا. مأمنه؟ لا اكيد لا. بتتعاملي زي مع الصحفي اللي ممكن يكتب حاجه ما تعجبكيش؟ قلت ما بقرا اذا بقول لك. يعني تزعلي منه تقطعيه لو قريتي بالصدفه يا ستي؟ لا لا لا، اذا كلكم ما بتقروش. لا في كثير ايه، لانه شو بدك تسمي بدنك على الفاضي. بس في صحفيين لازم تقري لهم، لانه لازم تسمعي لهم، وبقري لهم وبسمع لهم، واذا عندهم اي تعليق بدق لهم وبتناقش انا وياهم. بتتقبلي النقد؟ اكيد بدق لهم، انا بدق لهم بتناقش انا وياهم. احلام، فنانه احلام ست خليجيه، شافت ان الكليب بتاعك اباحي، ما عجبهاش. ما قالت اباحي على فكره. لا قالت اباحي. طيب قالت اباحي، عبرت عن استيائها وقالت لم احب كليب مكانوين لانه اباحي، حرفيا قالتها ببرنامج العراب. ما سمعتها، بس انا لما حكيتها على التليفون قالت لي قلت عنه سكسي. طب ما هو اباحي لربما بالفصحى يمكن، يعني هو في اختلاف شويه بس شبه بعض الكلمتين يعني. مشكله. اوكي. طيب يعني انت مصره ان الرقصه اللي رقصتيها رقصه عاديه، وهي كفنانه خليجيه وكست، خليني اقول كسيده خليجيه هنا بتدي رايها المجرد حتى من انها فنانه، كمشاهده خليجيه شافت ان هو اباحي وان الرقصه مش عاديه، وانت مصره ان انا الرقصه اكيد بدي عادية. احترم رايها. وعلى فكره انا لما عرفت انه حكيت عني ببرنامج العراب دقيت لها ثاني نهار. دقيت لها لاشكرها على الكلام الحلو اللي حكيته عني، لانه العالم ما سمعت غير انه قالت انا ما حبيت الكليب، شفته اباحي. يمكن ما بعرف اذا استعملت هالكلمه او